بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاكم دكتور أيمن مرسي. زي ما الزملاء اختاروا النهارده ان احنا هنتكلم عن السياتيكا، اختاروا في الاستفتاء بتاع جروب الفويسات على الواتساب. السياتيكا يا جماعة او عرق النسا طبعا هو مش عرق، هو نيرف، هو عصب اللي هو العصب الوركي. المفروض النهارده نتكلم عن التريتمنت، بس انا هدي نبذة بسيطة عن السياتيكا بصفة عامة او عرق النسا بصفة عامة. هو بيكون بيمسك الباتوك من الخلف لحد ما ينزل على الليج، عادة بيكون ناحية واحدة. المريض عادة بيشكي من ألم أسفل الظهر، تحديدا ناحية الباتوك لحد ما ينزل للقدم للأسفل. الألم ساعات بيكون على هيئة تنميل، على هيئة ألم عادي، على هيئة خردلة، على هيئة أحيانا بيرنينج بين. كل دوت مجرد بس من المريض بيجي والألم بالكرايتيريا ديت بيكون يونيلاترال عادة في ناحية واحدة من الخلف، فاحنا عادة بنفكر أول حاجة في السياتيكا. ده رقم واحد. رقم اتنين، هو ايه أصلا أسباب السياتيكا؟ ايه اللي يخلي واحد ممكن يجيله السياتيكا أو عرق النسا زي ما احنا بنقول بالعامية المصرية؟ بالنسبة لعرق النسا ليه أسباب كتير، أشهرها طبعا هرنية الديسك، إن واحد يكون عنده مشكلة في الديسك، أو سباينال ستينوزس، أو ديجنريتيف ديسك ديزيز. والأكثر شيوعا أو بنسبة 50% الأسباب اللي ذكرناها، و50% أسباب أخرى زي التروما أو الإنجري. التروما مش شرط إن هي تكون تروما حادثة جامدة لا قدر الله، ممكن واحد مثلا لعب كورة، لعب رياضة بعنف، عمل حركة غلط بطريقة أو بأخرى، العصب حصل له إما كومبريشن أو إنجري. بطريقه او باخرى العصب اما حصل له كومبريشن او انجري. تمام. في هيلث اديوكيشن كتير الصراحه بالنسبه لموضوع السياتيكا. موضوع تظبيط الوزن او تقليل الوزن تحديدا ده بيفرق كتير جدا فيه، وخصوصا لو الموضوع بقى كرونيك ومزعج للمريض. موضوع عدم حمل الاشياء الثقيله، وخصوصا العمال والناس اللي شغاله في اعمال قائمه على حمل الاشياء، والموضوع بقى مزمن عنده للاسف، ما بيكونش احيانا عنده خيار تاني غير ان هو يتجنب شيل الأحمال الثقيلة. حتى الأشخاص العاديين مش شرط الأحمال إن هو يكون عامل بيشيل رمل أو طوب أو كده، لأ. حتى لو واحد بيشيل شنط أو بيشيل حاجات في البيت، يتجنب على قدر الإمكان يشيل الحاجات التقيلة دي، بتفرق جدا. موضوع النوم الغلط والنوم على أماكن بتكون غير مستوية. والهيلث اديوكيشن برضه بريكومند لبعض المرضى لو الموضوع مزعج معاه إن هو يجيب مرتبة طبية. الحاجات اللي هي بتكون طبية بتكون مرتبة غالية شوية، بس بتفرق كتير جدا مع المرضى. الجلوس المستقيم على قدر الإمكان، إن المريض يكون قاعد جلسة مستقيمة، دي كلها بتفرق معايا. طبعا التشخيص بتاع السياتيكا في الأساس هو كلينيكال. يعني إيه كلينيكال؟ يعني مش شرط كل الحالات إن إحنا نطلب لها MRI زي ما هنشوف، أو CT أو إكس راي. عادة لما المريض بيجي لي لو الموضوع معاه لسه أكيوت أو في البداية ومفيش ريد فلاج، وبالمناسبة إن شاء الله ريد فلاج أوف لو باك بين او الباك بين بصفه عامه ان شاء الله هنعمله فويس مستقل، لان ده مهم جدا. لو مفيش ريد فلاج انا بتعامل معاه ان انا بشخصه كلينيكال وبدي الميديكيشن هقول عليه ان شاء الله خلال دقيقه او دقيقتين. فمش كل الحالات ان انا روتين بطلب لها MRI، مش روتين ان انا بطلب MRI في الاول. تمام كده. فاذا انا عندي الالم من ناحيه باتوك نازل للقدم بالخلف، بيكون على هيئه بيرنينج او ستيبنج او ايكينج، تنميل، كهرباء، خرتله، تقل، الم عادي، بشخصها سياتيكا او ان هي عرق النسا. طب هل في تيست معين ممكن اقدر اعمله في العياده يساعدني في تشخيص ان الموضوع فعلا سببه سياتيك نيرف؟ اقول لك في حاجه اسمها ستريت ليج ريس تيست. دوت هرفع لكم الصوره بتاعته، او ان شاء الله هبعت لكم رابط الفيديو. لطيف جدا ان احنا المريض بينام على ظهره وبرفع الليج. المفروض ان الالم بيبتدي عند 30 ل 70 درجه الالم بيزيد. ده في الحالات التيبيكال، ولكن عشان ناكد اكتر ويبقى الالم سبيسيفيك اكتر ليه ان هو بسبب سciatica او سciatic نيرف، بعمل دورسي فليكشن للني، سوري للانكل. بعمل دورسي فليكشن للانكل، بتني الانكل بعملها دورسي فليكشن. لما بتنيها الالم بيزيد، او احيانا ما بتنيهاش بقول للمريض هم براسك كده، مجرد ان هو يهم. تمام. والقدم مرفوعه بزاويه من 30 ل 70 الالم بيزيد عنه. فده ستريت ليج تيست برضو، ده من الحاجات اللي احنا بنعملها بدون ان التطرق للاشعه. لو حولنا الحاله واضطرت ان هي تعمل اشعه، عاده الاشعه بتكون MRI على اللمبر سباين وزود IV كونتراست، دي الاشعه اللي بتتعمل. هل الاكس راي هيبين لي زي الMRI؟ طبعا لا. احيانا بيبقى فيه فولو اب، او احيانا بعض الدكاتره بتبقى اكس راي بس. طبعا عندنا الMRI هو اكتر حاجه بتبين وبتساعدني جدا في موضوع التشخيص. طيب
قلنا الهيلث اديوكيشن وقلنا الدايجنوزس. تعالوا نتكلم على التريتمنت، وهو ده صراحه اساس الموضوع بتاعنا النهارده. التريتمنت بتاع السciatica لازم يكون اكتر من حاجه مع بعض. اول حاجه ان انا سترويد الانتي انفلاماتوري دراجز، وانا شخصيا بفضل حاجات زي الديكلوفيناك صوديوم، زي مثلا الديكلاك 150، زي الفولتارين. مسموح لي الماكسيمم دوز بتاعتي لحد 150 مللي جرام يوميا. فلو احنا في مصر ومعظم الزملاء معانا في مصر، الديكلاك 150 حلو جدا، بس بعد الفطار على معده مليانه عشان ما يعملش جاسترايتس. لو البيشنت طبعا عنده بيبتيك ألسر او عنده كاردياك ديزيز او عنده رينال بروبلم، مش بنتجنب الجروب ده للاسف، او بنتجنبه، مش بنستخدم الجروب ده. بس انا بتكلم على العلاج الستاندرد، نون سترويد انتي انفلاماتوري دراجز، ديكلاك 150 حلو جدا. عندنا اوبشن تاني اللي هو كتافلام 50 3 مرات يوميا، اللي هو ديكلوفيناك بوتاسيوم. ده براند موجود في معظم دول العالم. وعندنا فيلدين 20 بتاع فايزر حلو جدا، فيلدين 20 كبسول. السبستوري او اللبوس، او بعض اخواننا الخليجيين بيسموه التحاميل، ده الصراحه امتصاصه انا رايي ان هو اقوى من الاورال بكتير، بيعادل تقريبا الاي ام. فلو نقدر البيشنت ما عندوش مشكله ان هو ياخد فيلدين سبستوري اللي هو 20 مره يوميا لمده 5 ل 10 ايام، بعض الحالات بيحتاج 14 يوم، ده بيكون ممتاز جدا. فده بالنسبه للنون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. طبعا مش بدي كل دول مع بعض، واحد فيهم. بعض الجايد لاينز او بعض الدراسات وخصوصا اب تو ديت بيتكلم على مصر ريلاكسنت ودورها. فلو هدي مصر ريلاكسنت، خلي بالك اما بتدي له لوحده مع المسكن نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، او بيفضل ان احنا ندي كومباينيشن. انا عندي حاجه اسمها ديمرا. ديمرا ده عباره عن ديكلوفيناك بوتاسيوم مع مصر ريلاكسنت، يتاخد من مرتين لثلاث مرات يوميا، يبقى انا كده اديت الاثنين مع بعض. ليه مصر ريلاكسنت؟ لان المصر لما بيكون فيها سبازم، وخصوصا لو السياتيكا جت مع حركه غلط، واحد لعب كوره او نام نومه غلط وصاحي عنده المشكله دي، ساعات بيكون ماسل سبازم هو اللي بيساعد على عمل الكومبريشن اللي بيضغط على السياتيك نيرف او العصب الوركي. فبالتالي لما السبازم ده بيخف الالم بيخف. فلما بدي كومباينيشن بيبقى ممتاز جدا. فانا شخصيا بحب الدمره. طيب يا دكتور، المريض اللي هو عنده مشكله مع نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، في كومباينيشن تاني عباره عن باراستامول معاه مصر ريلاكسين تاني زي ريلاكسون. الريلاكسون ده موجود في مصر، واظن موجود في السعوديه كمان او دول الخليج. بيتاخد 3 مرات يوميا لمده 7 ل 14 يوم. الدمره نفس الكلام. يبقى اذا احنا اتكلمنا عن نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، واتكلمنا عن المصر ريلاكسنس، وبندي شورت كورس كورتيكوسترويد. شورت كورس كورتيكوسترويد زي سوليو بريد اللي هو بريدنيزولون، بيبقى التركيز بتاعه 20 مللي جرام. عادة مش بندي الهاي دوز. الهاي دوز بالنسبة للبريدنيزولون بتبقى 60 مللي جرام. القاعدة لو احنا استخدمنا كورتيكوسترويد أكتر من 3 أسابيع أو بجرعة عالية 60 مللي جرام فأكثر، بيحتاج إن أنا أعمل له سحب بالتدريج أو withdrawal. ولكن احنا مش هنحتاج إن احنا ندي 60 مللي جرام إلا في الحالات السيفير. بندي 20 مللي جرام بس. بندي سوليو بريد 20 قرص بعد الفطار وقرص بعد العشاء لمدة 7 أيام، ومش محتاج في الحالة دي أسحبه بالتدريج. هل بعض الحالات حسب دكتور النيورو مناسبة حالات السياتيكا بتبقى حالات عظام والنيورو، يعني الاتنين بيتعاملوا معاها تمام. وخصوصا بقى لو الحالة استجابتها ضعيفة للعلاج بنحولها نيورو على طول بعد العظام. هل بعض الحالات بتحتاج كورتيكوسترويد لمدة أطول؟ طيب ان براكتس، ودي في دراسة كنت ذكرتها قبل كده وموجودة على البابد، مش هقول لك جايد لاينز، دي دراسة. اليومين كورتيكوسترويد بتعادل 5 أيام تقريبا بريدنيزولون. فإن براكتس ساعات بندي أمبول ديكسا عضل كل 24 ساعة لمدة يومين. الإفكاسي بتاعته عالية جدا، حد أقصى 3 أيام. أنا شايفه إن براكتس بيبقى أقوى بكتير. طب ودي التركة، مش هقول لك بقى جايد لاينز. إن براكتس الصراحة ساعات بنخلط أمبول الفولتارين مع الديكساميثازون في سرنج 5 سم، بيتاخدوا أي إم، بتاخدوا عضل كل 24 ساعة لمدة يومين. بيبقى التحسن في حالات السياتيكا بعض الحالات حتى بيكون المزعجة بفضل الله التحسن خلال 4 ساعات ل 12 ساعة، تحسن ما شاء الله قوي جدا. يعني كل الكورسات اللي احنا قلناها ككورس علاج حاجة، والكومباينيشن ده كويس جدا جدا جدا. هل ده أساسي؟ يعني هقول لك لا، بس ده أقوى حاجة. طب يا دكتور احنا شغالين أورال بالأدوية اللي أنا قلت لك عليها، ممكن نشتغل بالدمرة مع ديكساميثازون لمدة يومين عضل، أو نستخدم شورت كورس كورتيكوسترويد أورال لو أنا عاوزين شغلنا كله أورال. سوليو بريد مثلا. طب ينفع زي لون فورت مثلا البيشنت ياخد مثلا 7.5 مللي مرتين يومين؟ هقول لك زي لون فورت ده بيكون بريدنيزولون برضه 15 مللي جرام. زملائنا اللي في الخليج ينفع بريدو 15 7.5 مللي مرتين يومين لمدة 5 7 أيام؟ أقول لك يبقى احنا إذا كده ادينا نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز مع المصري ريلاكسنت. رقم 2 كورتيكوسترويد
رقم 3 لو في بيرنينج بين او تنجلينج او تنميل شديد او الم شديد، هحتاج ان انا استخدم حاجه نيوروباثيك بين. افضل حاجه، ودي دراسات كتير اتكلمت عليها وعملت حتى مقارنه بين الجابابنتين والبريجابيلين. الجابابنتين اللي هو الجابتن المعروف، بريجابيلين طبعا اللي هو المعروف البراند بتاع فايزر اللي هو الليريكا. والدراسه كانت في صف الجابابنتين، قال لك الجابابنتين نتائجه احسن، واستجابه المرضى ليه على المدى الطويل بتبقى احسن من بريجابيلين. المرضى استجابتهم بتكون اضعف والالم بيرجع تاني بعد ايقاف العلاج. الجابابنتين زي الجابتن، واحنا بنبدا بجرعه 100 زي الكونفانتين بتاع شركه ايفا مثلا في مصر، بنستخدمه 3 مرات يوميا. بنبه المريض خلي بالك ممكن يعمل لك ديزنس، ممكن يعمل لك هايبوتونيا، يخلي جسمك سايب شويه، دايخ شويه، عاوز تنام شويه. بفهمه لما المريض يكون فاهم كده بيتقبل السايد افكت دي، بخلاف لما يبقى فاكر ان هو عنده مشكله ما. بدي الجابابنتين 100 3 مرات يوميا. لو في تحسن تمام، مفيش تحسن بخلال قرصين 3 مرات يوميا لحد ما بوصل. عاده ما بزودش عن 900 مللي جرام او 1.2 جرام يوميا. دي الروشتة بتاعت السياتيكا. خلاصة الروشتة اللي انا بشتغل بيها شخصيا، بدي الفولتارين مع الدكسا عضل كل 24 ساعة لمدة يومين. وبعد كده بكمل بدمرة 3 مرات يوميا. مش بدي دمرة معاهم، بكمل بعد كده بالدمرة 3 مرات يومين او من مرتين ل3 مرات يومين بعد الاكل لمدة 5 ل 7 ايام. وفي حالات لما بيكون الالم شديد بزود مع العلاج كونفانتين 100 اللي هو جابابنتين 3 مرات يوميا لمدة متوسط 14 يوم. بعض الحالات اللي بتوقف العلاج الجابابنتين والالم بيرجع لها تاني، بخليها تكمل على مصر ريلاكسنت ونون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز مع الجابابنتين. احيانا بعض الحالات بتحتاج من شهر ل3 شهور. اسالكم الدعاء، ويا رب ان شاء الله يكون الفويس او الفيديو نافع لكم.